عزيزي المشاهد، بعد مباراة النادي الأهلي والداخلية اللي انتهت بالتعادل بين الفريقين، عايز أقول لحضرتك إن تأخر مارسيل كولر عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة دي تسبب تساؤل لكل الناس في الوسط الرياضي، من ضمنهم الإعلاميين الرياضيين. كل الناس بقت بتسأل ليه مارسيل كولر اتأخر، وليه مارسيل كولر ما طلعش المؤتمر الصحفي في ميعاده، وليه احتاج لساعة علشان يطلع المؤتمر الصحفي بعد المباراة. انا جاي اتكلم مع حضرتك في كام حاجة النهاردة، واتمنى ان صدر حضرتك يبقى رحب ونكون مستعدين للنقاش اللي هيحصل. بص يا سيدي، فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن موضوعين اساسيين، ممكن بقى نتكلم في كام موضوع فرعي كده، ولكن هيبقى في الخفيف الخفيف خالص. النادي الاهلي يستعد للاستغناء عن لاعبين اجانب مؤثرين في النادي الاهلي جدا جدا جدا، لاسباب مقنعه والاسباب مهمه. النادي الاهلي بيقرر الاستغناء عنهم. مارسيل كولر وما حدث بعد مباراه النادي الاهلي والداخليه. عزيزي المشاهد، هي دي الفتره اللي كنت بقول لحضرتك ان انا مستنيها. هي دي الفترة اللي أنا كنت بقول لحضرتك إن أنا محتاج بقى الواحد يخلص من النوش اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، ورئيس نادي الزمالك يمشي وتيجي ناس تانية كويسة تمسك نادي الزمالك، ومبقاش في مشاكل، ومبقاش في تصريحات، ومبقاش في خناقات، علشان نطلع نتكلم براحتنا كرويا بقى. نطلع نتكلم على اللعيب مين هيمشي، لعيب مين هيجي، النادي ده بيفكر ازاي، النادي ده بيعمل ايه. ياه على الراحة النفسية. وزي ما قلت لحضرتك كده ان كل اللي فات ده صفحة واتقفلت، وكامل الاحترام لكل الناس اللي تم ذكر اسمائهم في الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه. المهم عزيزي المشاهد، ركز معايا في تفاصيل التفاصيل، وقبل ما اقول لك اي تفصيلة محتاج ان انا اقول لك حاجة اهم بكتير، وهي وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو اللطيف الجميل ده. يا فندم، هو فيديو لطيف وجميل بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تظرف لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 6000 لايك. انت وكرمك بقى، انت وذوقك، انت واخلاقك يا بيه. المهم، ركز معايا عزيزي المشاهد في كل كلمة هقولها لك في فيديو النهاردة. دلوقتي بعد مباراة الاهلي والداخلية، حدث ان مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي اتأخر على اللقاء الصحفي ما بعد المباراة. والناس او العمال في غرف الملابس سمعوا تخبيط وترزيع داخل غرف النادي الاهلي. وده مش معناه ان هم كانوا بيضربوا بعض، لا نهائي، من الموضوع مش كده خالص. وده مش معناه ان انا كنت واقف معاهم وشفت اللي حصل، ولكن انا بقول لحضرتك اللي اتقال لي واللي اتنقل لي. خلينا متفقين ان كل واحد مننا بيكون ليه مصادره الخاصة، وبيكون على تواصل مع بعض الناس داخل كل مكان، يعني بينقلوا له الصورة بتبقى عاملة ازاي. المهم يا سيدي، مارسيل كولر بدأوا يشوفوه متعصب جامد جدا وبيرزع داخل أوضة اللبس، وبيقول للاعيبة النادي الأهلي مش معقول ما نحافظش على التقدم أمام سان داونز، ومش مع أو يعني اللي حصل اللي هو التأخر في النتيجة، وفي سان داونز يقدر إن هو يلعب قدامك ماتش زي اللي لعبوه المرة اللي فاتت، ويتكرر نفس الحاجة، وما تقدرش تحافظ على النتيجة في ماتش الداخلية في الدوري. هنا في خلل، ولازم في أخطاء لازم نقف عندها ونشوف مين السبب فيه، وفي قرارات لازم ناخدها. ده اللي قاله مارسيل كولر. وقال لبعض اللعيبه، او مش قال لبعض اللعيبه، وما وجهش كلامه بصوره موجهه لشخص معين او لعيب معين. اللي حدث كان كالاتي: اللي حدث ان مارسيل كولر قال لهم وبالفم العريض: يا جماعه، علشان نكون واضحين مع بعض، في ناس مشوارها الفني معانا هينتهي لحد هنا، في ناس مشوارها هينتهي لحد اللحظة دي، وفي ناس هتكمل معانا. ومارسيل كولر بعد المؤتمر الصحفي تواصل مع إدارة النادي الأهلي وقال لهم: أنا لازم طلباتي تتنفذ، أنا لازم اللعيبة اللي أنا محتاجها تيجي، أنا لازم اللعيبة اللي عايزة تمشي، لازم لازم تنفذوا لي طلباتي علشان أقدر أقدم لكم مستويات اللي أنتوا بتحلموا بيها. كلنا عارفين إن مارسيل كولر ليه رصيد كبير جدا مع النادي الأهلي، ولكن عزيزي المشاهد، الرصيد ده بدأ يخلص، الرصيد ده بدأ ينتهي. عزيزي المشاهد، مارسيل كولر مدرب جامد جدا، وكلنا نتفق على حاجة زي دي، ولكن هو محتاج بعض التدعيمات ببعض الصفقات من إدارة النادي الأهلي.
وعايز اسمع رأي حضرتك في الكومنتات، هل انت مختلف مع وجهة نظر دي ولا تتفق معاها؟ نيجي بقى للعيبة اللي هتمشي من النادي الاهلي. بعض اللعيبة الاجانب هتمشي من النادي الاهلي، وده بصورة رسمية او تقدر تقول بنسبة 90% اللعيبة دي هتمشي من النادي الاهلي، لان اللي بيحصل دلوقتي مش في صالح النادي الاهلي، والنادي الاهلي اللي يهمه المصلحة العامة. ولكن بغض النظر عن بعض او عن الثلاث لعيبه الاجانب اللي مؤكد ان هم هيمشوا، في خبر اعتقد ان كل الاهلاويه هيفرحوا لما يسمعوه، وهو رحيل محمد مجدي قفشه. في اخبار بتقول ان قفشه خلاص مسيرته الكرويه مع النادي الاهلي انتهت، وهيبدا او في نادي هينتقل ليه قفشه الفتره اللي جايه علشان ينهي خدمته مع النادي الاهلي. قفشه تقدر تقول ان هو قدم كل ما لديه مع النادي الاهلي، ولكن لو هتفتكر لقفشه مواقف كويسه فانت تفتكر له الماتش بتاع القضيه بتاع الزمالك بس، مش تقدر تفتكر لقفشه حاجه تانية يعني، او مش تقدر تفتكر له مواقف كتير كان سبورتر او كان مفيد او كان ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي فيه. فخبر انتقال قفشه ده او رحيله ده اعتقد ان جميع الاهلاويه متفقين عليه، بغض النظر عن الراجل بتاع اي حاجه قديمه للبيع اللي معدي تحت الشارع اللي ما بيجيش الا وانا بصور، يعني كأن الناس الجيران بيدوا له تليفون، ايوه الجرح بيصور تعالى عدي اي حاجه قديمه، تليفونات قديمه، غسالات قديمه، غساله اللي ب 400 جنيه يلا مش عايزين نطلع عن الموضوع. المهم يا فندم، كمان في لعيبه تانية هتغادر النادي الاهلي، هما 3 لعيبه اجانب. في ناس هتقف عند المرحله دي وتقول لك لا هو ده هيمشي ليه؟ ده يمشي ليه؟ ولكن انا هقول لحضرتك كل حاجه تفاصيلها. اولا ممكن يتسبب في صدمه للجمهور هو اليو ديانج. اليو ديانج اخبار عن رحيله لاحدى الدوريات الاوروبيه بمبلغ كبير جدا يقدر يستفاد بيه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيستند على حته رحيل ديانج يعني المستوى اللي قدمه الفتره اللي فاتت، بالذات في مثلا في مباراه ريال مدريد. انت شفت اليو ديانج ما كانش هو اليو ديانج خالص اللي احنا نعرفه. المباراه اللي فاتت واللي قبلها برده ما كانش هو اليو ديانج اللي احنا نعرفه. فالنادي الاهلي هيستند على الكام مباراه اللي فاتوا دول وتراجع مستوى اليو ديانج، وهيقدر يستفاد بالفلوس الكتير جدا اللي هتيجي وراه ويقدر يدعم بيها صفقات جديده. نيجي هنا لتاني واحد هتقف برضه تستغرب قوي، يعني خليني اقول لك لا بلاش ده، خليني اقول لك ان النادي الاهلي هيستغنى عن بيرسي تاو. بيرسي تاو في اخبار بتقول ان سان داونز محتاجه بيرسي تاو، وعايزه بيرسي تاو، وعرض على النادي الاهلي انها تاخد بيرسي تاو تاني. وعايز اقول لحضرتك ان بصوره كبيره يا اما بيرسي تاو هينتقل لسان داونز او هيروح لنادي درجه تانية في اوروبا برضه، او في الدوري الانجليزي، مش فاكر كان فين يعني. المهم تالت لاعب وهو علي معلول. فكره ان النادي الاهلي يجي له فكره في دماغه كده ان هو يستغنى عن علي معلول، لا نقف هنا نسال نفسنا ليه. انا اقول لحضرتك ليه يا سيدي. وباختصار عامل السن. هل علي معلول ما بيقدمش اداء كويس؟ لا، علي معلول بيقدم اداء كويس الفتره اللي فاتت، ولكن بعض الكرات علي معلول ما كانش بيقدر يرجع يغطي فيها في الحالات الدفاعيه او في الحالات الهجوميه اللي جايه على النادي الاهلي. ما كانش علي معلول بيقدر يرجع بسرعه، ولكن هو كان بيرجع ولكن ما كانش بيقدر بسرعه، وده راجع الى عامل السن لعلي معلول، لان علي معلول كبر جدا، يعني اللي في مكان علي معلول واللي في مركزه بيعتزلوا بدري يعني. المهم كامل التوفيق وتمنياتنا بالتوفيق للنادي الاهلي. هل اختياره للصفقات دي او الناس دي او اللعيبه دي ان هي تمشي؟ في لعيب كمان تاني هيمشي اكيد اللي هو برونو سافيو، ده رسميا ماشي، ده احنا ما اتكلمناش عليه عشان ده من غير كلام كده هو ماشي. فبرونو سافيو ماشي يعني، هو ماشي. في ناس بتقول بسبب الموضوع اللي هو اللعيب البرازيلي ده لما كلموه ساله قال له لا ما تجيش عشان في مشكله في الدولارات وبتاع. وفي ناس بتقول على ان هو كولر مش مقتنع بيه وهو مش عارف ينفذ فكر كولر. كلام كتير جدا، ولكن برونو سافيو ماشي. فعزيزي المشاهد كامل التوفيق للنادي الاهلي وجميع انديه الدوري المصري بما فيهم نادي الزمالك. ربنا يا رب ينتشلوا من الفتره دي على خير، ويجي لنا رئيس نادي كده محترم يستحق ان احنا نقف ونقول له شابوه وندعمه ونقف وراه. عزيزي المشاهد لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولسه تتفرج لحد دلوقتي لا تزور فيها اكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.